السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن مكمل من اكتر المكملات اللي الناس بتسأل عليها، وبصراحة ده مش من فراغ، ده المكمل الاكثر مبيعا في العالم، وهو مكمل الكرياتين. اسئلة كتير جدا بتجيلنا بشكل يومي، هل هو مفيد اصلا ولا لا؟ طب هل بيحبس مية؟ طب هل بيضر الكلى؟ طب استخدمه ازاي؟ طب اخد انسب نوع ايه؟ طب احمل ولا اخد جرعة واحدة في اليوم؟ كل الاسئلة دي والاسئلة اللي في دماغك هنقولها في الفيديو ده بشكل بسيط ومن غير رغي كتير. يلا بينا. خلينا في البداية نعرف أصلا إيه هو الكرياتين. الكرياتين مادة طبيعية 95% منها موجود في العضلات، طب وال5% الباقيين في المخ. وكمان عايز أقول لك ده لو قل من المخ بيأثر على الذاكرة، وكمان بيستخدموا الكرياتين أصلا في علاج الزهايمر. المهم مصدر الكرياتين بيكون عن طريق اللحوم والأسماك، جسمك بيستخلصه من اللحوم والاسماك بشكل طبيعي. طب دوره ايه يا كابتن عبد الرحمن؟ دوره ان هو يخلي الجسم ينتج طاقه سريعه اسمها الاي تي بي. وعشان ما اعقدكش وادخلك في تفاصيل كيميائيه كتير، المنتج ده او الاي تي بي بتخليك ترفع اخر عده في التمرين بشكل سهل جدا، وبالتالي تقطيع الياف اكتر، وبالتالي زياده عضليه اكبر. خليني بقى اقول لك رحله الكرياتين في الجسم وازاي بيشتغل. اول ما تاخد سكوب الكرياتين بيروح على طول على العضلات، بيتخزن على اي حاجه اسمها الفوسفوكرياتين. واول ما تروح التمرين وتبدا ترفع اوزانك، الجسم بينتج طاقه سريعه، وهنا يجي الكرياتين يعوض المخزون اللي بينفذ من العضلات، وبالتالي هتلاقي قوه اسرع، نفس اطول في التمرين، وضخامه عضليه ما حصلتش. طب يا كابتن والميه اللي بيحبسها دي اكذوبه للاسف ولبس عند الناس. في فرق بين الميه اللي تحت الجلد ودي اللي بنسميها حبسه الميه، اما الميه اللي بتخش جوه العضلات فدي ما اسمهاش حبسه ميه، بل بالعكس ده مكون طبيعي من العضله، وده كمان بيساعد ان اليافك العضليه تكون رطبه طول الوقت، وبالتالي ما تتمزقش بسهوله. يعني يا صديقي ده شيء ايجابي مش شيء سلبي خالص. نيجي للجزئيه الثانيه، استخدم الكرياتين HCl ولا كرياتين المونوهيدرات؟ عايز اقول لك ان الحوار ده اتهرى ابحاث، كل الابحاث بلا منازع اثبتت ان الكرياتين المونوهيدرات هو اللي كفاءته عاليه وتوصلك للهدف اللي احنا عايزينه، الا وهو بناء العضلات. اما ال HCl فده كان ترند وراحت عليه خلاص، وده جرعته 1 جرام في الغالب الشركات، وكان بيتروج ليه ان هو سريع جدا في الامتصاص عشان متضاف له ماده اسمها الهيدروكلورايد او ال HCl. تمام، ولكن زي ما احنا قلنا لما تيجي اختار الحاجه اللي هتفيدك، ما تختارش الحاجه اللي عليها اي ترند وخلاص. نيجي بقى للسؤال الاكثر شيوعا الفتره دي، كرياتين الماني يا كوتش ولا كرياتين HCl؟ ايه فكره الالماني؟ ان هو توكيل كيريا بيور، ودي شركه المانيه بتنقي الكرياتين بشكل كبير جدا بيوصل ل 99.99%. اما الكرياتين الصيني بيتراوح من 99 ل 98، يعني طبعا فرق يعني يكاد يكون لا يذكر تقريبا. طب النتيجة واحد. طب السعر؟ دايما الألماني بيبقى أغلى لأنه متكلف أكتر، وده الطبيعي. طب أجيب إيه؟ دي بصراحة ترجع لك أنت، لو أنت عايز تجيب حتة رفاهية شوية فطبعا الاختيار الألماني تمام بالنسبة لك. أما لو أنت مش فارق معاك وأنت اللي يفرق معاك النتيجة، فالصيني هيفي بالغرض. طب يا كوتش أحمل ولا آخد سكوب في اليوم؟ يعني إيه أصلا التحميل أو اللودينج؟ اللودينج عبارة عن إن أنت بتاخد 5 مكيال في اليوم، يعني لو المكيال 5 جرام فانت بتاخد في اليوم الواحد 25 جرام كرياتين. طب ده ايه فايدته؟ ان هو بعد مده قصيره هيخلي الكرياتين يشتغل. طب اللي مش هيعمل لودنج، المفترض ان الكرياتين مفعوله تراكمي وبيشتغل تقريبا بعد حوالي اسبوعين. طيب انت تنصح بايه؟ انا انصحك ان انت ما تعملش لودنج وخد كل يوم مكيال منفصل. كل الدراسات اللي اشتغلت على الجزئيه دي اثبتت ان بعد مده من الزمن 20 يوم بيبقى نفس النتيجه تقريبا. يعني لو جبنا 2 لعيبه، واحد بيحمل واحد ماشي سكوب في اليوم، فبعد 20 يوم الاثنين هيوصلوا لنفس النتيجه بالظبط. فبالتالي مش مستاهله ان انا اهدر الكرياتين واعمل لود على جسمي، وكده كده لو خدت مكيال واحد في اليوم هوصل لنفس النتيجه، وبالتالي ما تحملش، خد مكيال واحد. دلوقتي احنا وصلنا لفقره 5 خرافات شائعه جدا عن الكرياتين. الكرياتين بيبوظ الكليه، الكلام ده غلط الا لو عندك فعلا مشكله في الكليه.
الكرياتين بيحبس ميه، قلنا دي بالتفصيل، وهو بيدخل ميه جوه العضلات مش بيحبس ميه تحت الجلد، وده شيء ايجابي جدا. الكرياتين مكمل منشط حبيبي، الكرياتين مش استرويد، ده مكمل غذائي وملوش علاقه بالمنشطات. الكرياتين غير مناسب للبنات، لا مفيش اي دليل على كده، الكرياتين ينفع البنات عادي. الكرياتين بيدي باور فورا، الكلام ده غلط، الكرياتين مكمل تراكمي ومش بري ورك اوت. الخلاصه بتاعت الفيديو، مكمل الكرياتين من اكتر المكملات اللي اتعمل عليها دراسات وابحاث. مكمل كرياتين امان جدا ومفيد جدا، ومن اكتر المكملات اللي تدفع فيها فلوسك، وفعلا قيمه مقابل سعر. وعايز اقول لك ان مفعوله جبار، بس زي ما اتفقنا ما ينفعش تحط توقع مبالغ فيه. احنا بنستخدم المكمل عشان يحسن من ادائنا ويزقنا بمقدار 10 ل 15%، فبلاش ترفع سقف توقعاتك قوي او تقول ده مكمل ملوش لازمه. لا، خليك منطقي، ومكمل الكرياتين فعلا مكمل يستحق الشراء. لو في اي سؤال انا ما جاوبتش عليه تقدر تسيبه لي في كومنت، وان شاء الله اجاوبك عليه. وبس كده، اشوفك في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.